السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة بقى نعمل الكشري الجميل ده، الكشري المصري في الحلة الواحدة. حاجة كده اقتصادية وجميلة وسريعة. تعالوا بقى نشوف عملناه ازاي. هنقول بسم الله يا حبايبي. معانا هنا العدس ابو جبة، هو نص الربع قسمناه يعني 8 كيلو. هننزل عليه بالماء المغلية ونسيبه لمدة نص ساعة. حطيناه بقى على النار وننزل بقى بمعلقتين زيت كده. ومعانا هنا يعتبر مج صغير كده من الشعرية، هننزل بقى بيه ونحمره كده. خلاص منستناش عليها لما تحمر يا حبايبي. هننزل بقى بكمية مكرونة بقى على قد الكمية برضو اللي انتوا عايزينها. شوحنا بقى فيها كده شوية يا حبايبي. ومعانا كوباية رز هننزل بيها مغسولة طبعا، حطيناها كويس. ومعانا العدس بقى بعد ما نقعناه نص ساعة في الماء المغلية، غسلناه كويس برضو هننزل بيه. الكاميرا فصلت يا حبايبي. نزلنا هنا بقى بالمكرونة الاسباجيتي، جزء كده على قد الكمية برضو بتاعنا. كسرناها كده وحطيناها على الوش بعد ما حطينا طبعا الماء المغليه والتوابل بتاعنا، الملح والفلفل الاسمر. هنغطيه بقى كده ونتابعه يا حبايبي. هنعمل الصلصه بقى الجميله بتاعت الكشري. ننزل كده بشويه زيت، مش كتير، معلقتين كده. ومعانا معلقه توم كبيره مفرومه ننزل بيها. ومجهزين بقى عصير الطماطم بتاعنا. حمر بس التومه. طبعا اكل سريع كده وخفيفه الكل بيحبها، وتوفير التوفير. هننزل بقى بعصير الطماطم. يعني ان التوابل بقى بتاعها الملح والكمون والكزبره الناشفه وفلفل اسمر، ننزل بقى بيهم ونسيبها بقى ايه تتسبك يا حبايبي. ومعنا بصلتين كتير بقى نخرطهم كده ايه نص طرنش كده يا حبايبي. قطعنا البصل خلاص. هننزل بقى بمعلقتين دي كده. حضرنا بقى الطاسه عشان ننزل بقى ايه بالبصل نحمره كده. خلاص هنطلع بقى البصل بتاعنا، لازم نفرده كده في صينيه او حاجه عشان ايه يبقى مقرمش. خلاص طلعناه يا حبايبي، مقرمش وجميل ازاي. هنعمل بقى الدقه بتاع الكشري يا حبايبي. جبنا بقى معلقتين من الزيت اللي احنا حمرنا بيه البصل، معانا معلقه توم مفروم هننزل بقى بيه نحمره. خلاص
خلاص اصفرت التومه. ننزل بقى بربع فنجان من الخل الشهير. ننزل بقى بميه كده، كوبايه ميه. هننزل بقى بمعلقه ملح ومعلقه كمون ونص معلقه شطه. هيغلوا ونطفي عليه. طبعا هنهدي بقى النار عليه يا حبايبي. كده خلاص طفينا عليه، استوى خلاص يا حبايبي. فلفله بقى جميل ازاي، بسم الله ما شاء الله. حطينا بقى الصلصه كده عليه. ننزل بقى بالايه، البصل المحمر. طبعا معانا الحمص بتاعنا البليله، نحط كده وسلقنا طبعا. يا رب يعجبكم يا حبايبي. حاجه كده سريعه وسهله، كشري الحله الواحده ده، وسهل جدا واقتصادي، ووجبه غدا متكامله برضو حلوه جميله جدا، الكل بيحبها. يا رب تعجبكم. اشتركوا بقى في القناه وفعلوا الجرس واعملوا لايك للفيديو فضلا وليس امرا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.